يا مساء الفل عليكم، ويا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتوا طيبين وبألف خير بمناسبة رمضان، وينعاد عليكم يا رب وعلى كل حبايبكم بألف خير. وأهلا بيكم في قناة نيكست ويف وبرنامجكم رحلة إلى المجهول، ومعاكم مي خالد والشهرة نمنم. والنهاردة هنتكلم عن كرسي بسبي المسكون، وإيه يا ترى الأحداث اللي ورا الكرسي ده. كرسي بسبي بيعتبر واحد من أكتر الأشياء المسكونة شهرة في إنجلترا، وبيعرف باسم كرسي الموت، وبيرتبط بأسطورة حواليه بتقول إن في لعنة في الكرسي ده بتؤدي إلى وفاة أي حد بيقعد عليه. ترجع بقى قصة الكرسي ده للقرن ال18، وبيرتبط بشخص يدعى توماس بسبي، وهو بيعتبر مجرم لأنه اتهم بقتل والد زوجته دانيال أوتي بعد خلاف كبير حصل بينهم. وقبل ما يتعدم بسبي بالشنقة عام 1702 في نزل كان بيملكه في منطقة سيرسك في إنجلترا، طلب إن جلسته الأخيرة تكون على الكرسي ده، وبيتقال إنه رمى لعنة على كرسيه، وكان كرسيه المفضل، وإنه كان بيتوعد الموت لأي حد يقعد على الكرسي ده بعديه. وتم إعدام بسبي في عام 1702. من ساعتها بقى ارتبط الكرسي ده بسلسلة كبيرة جدا من الوفيات الغامضة والغريبة. ومن ضمن بقى الأحداث والحوادث الغريبة اللي حصلت إنه في أسطورة بتقول إنه خلال الحرب العالمية التانية كان نزل بسبي ده بمثابة مكان بيتردد عليه الجنود، وبيتقال إن بعض الجنود قعدوا على الكرسي ده قبل المعركة بتاعتهم، ولما راحوا ما رجعوش لأنهم اتقتلوا كلهم بعد فترة صغيرة جدا بعد ما قعدوا على الكرسي. وفي الستينيات بقى دخل راجل توصيل إلى البار، والكرسي ده كان موجود، قعد عليه لما كان بياخد استراحته. بعدها بساعات في نفس اليوم الراجل ده فقد السيطرة على العربية بتاعته ومات في حادثة. الحادثة التالتة بقى كانت لاتنين طيارين كانوا في سلاح الجو الملكي البريطاني، لما كانوا بيزوروا نفس البار قعدوا على الكرسي ده. بعد كده اتقتلوا وماتوا في حادثة غريبة بعد ما مشوا من المكان بوقت قليل. الحادثة الرابعة بقى كانت لعامل من عمال البناء، قعد على الكرسي ده لما كان بيتغدى، وقعد يسخر من اللعنة وان الموضوع يعني مش حقيقي وان مش هيحصل له حاجة. في نفس اليوم وقع من سقف احد المباني ولقى مصرعه. في جزء من العمال برضو لقوا حتفهم في حوادث غريبة. وبيتقال برضو ان في واحد من منظفي المداخن قعد على الكرسي ده وكان سكران. في اليوم اللي بعديه على طول لقوه ميت بعد ما وقع في حفرة. وطبعا بسبب الحوادث الغريبة والغامضة المتكررة قرر صاحب البار انه يخلص من الكرسي ده، واتبرع بالكرسي المتحف سيرسك عام 1972. وعشان يضمنوا ان محدش يقعد على الكرسي ده بالغلط علقوا الكرسي ده على حائط بعيد عن متناول الجميع، ولا يزال الكرسي ده معروض في المتحف لحد النهاردة، لكن محدش لمسه من ساعتها. في بقى بعض الناس بيؤمنوا بأن الكرسي ملعون فعلا ومسكون بروح بسبي بسبب الأحداث الكتيرة المرتبطة بيه. لكن بقى الجزء التاني بيشوف ان كل الوفيات دي هي مجرد مصادفات، وان اللعنة مجرد خرافة مش اكتر. وفي الحالتين بيفضل كرسي بسبي واحد من اشهر الاشياء المسكونة في انجلترا، وبيجذب محبي القصص المرعبة والخوارق. وقولولي بقى، هل تفتكروا الكرسي ده ملعون فعلا ولا دي مجرد صدفة وخرافات؟ وما تنسوش بقى تقولولي رأيكم في الكومنتات، ويا رب يكون موضوع النهاردة عجبكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناة نيكست ويف، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتصبحوا على ألف